السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نهضروا على واحد المخالفة اللي بزاف الناس غافلين عليها وراهم كيقيدوا عليها الدركيين والشرطة، اللي هي متعلقة بهذا الفحص الطبي ديال العينين. كلنا كنعرفوا أنه رخصة السياقة المدة الصلاحية ديالها 10 سنوات، ولكن كاين بعض رخص السياقة اللي المدة الصلاحية ديالهم 12 سنة. كيفاش هاد 12 سنة؟ في الأول كانوا كيعطيو رخصة السياقة، كانوا كيعطيو فيها عامين، كتكون بحال هادي ولكن كتكون في اللون أزرق، كتكون فيها سنتين. من بعد ديك السنتين كيعطيوك هادي اللي فيها 10 سنوات، والتاريخ اللي دوزت فيه السنة كتبقى دائما السنة الأولى، يعني زائد سنتين. داكشي باش كاين اللي كتكون عندهم رخصة السياقة المدة الصلاحية ديالها 12 سنة. وهنا فين كاين المشكل. بالنسبة لهاد الناس اللي عندهم مدة الصلاحية 12 سنة، خاصهم مني تفوت 10 سنوات خاصهم يمشيو يديروا الفحص الطبي ديال العينين. هاد الورقة، هذا هو الفحص الطبي ديال العينين اللي خاصهم يديروا، وهذه راه كاينة في المادة 14 من مدونة السير اللي غادي تشوفوها دابا، غادي تقراوها قدامكم. يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل 10 سنوات. بزاف تاع الناس اللي هضروا على هذه القضية، ولكن مؤخرا اليوم فاش جيت ندير نصور هذا الفيديو طلع لي واحد الفيديو نتاع واحد الشاب اللي كيقول لك باللي راني شفت بزاف ديال لي فيديو كيهضروا على هذه القضيه، وان هذه القضيه راه ما كايناش، انه مشى سول الناس، مشى سول الدركيين وسول رجال الشرطه وقال باللي هذه القضيه ما كايناش، ولكن راه كاينه في الماده 14 من مدونه السير. الناس اللي عندهم البيرمي يمشيو يشوفوا البيرمي نتاعهم، يراقبوا يشوفوا المده ديال الصلاحيه فوقاش كتنتهي. اللي عنده 10 سنين راه ما كاين حتى شي مشكل، ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم اكثر من 10 سنين، بمجرد ما تكمل 10 سنوات يمشيو يديروا هذا الفحص الطبي ديال العينين ويخليوه معاهم في الاوراق، باش الا طلبوا لهم رجال الدرك ولا الشرطه يقدموا هذيك الساعه مع الوثائق وما يكون عندهم حتى شي مشكل. هذه هي المعلومه اللي بغيت نقول لكم في هذا النهار، كنتمنى تكون معلومه مفيده، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد بحول الله. الى اللقاء.